السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في قناتكم. في تطور مثير في سوق الانتقالات الصيفية، يبدو أن اللاعب الدولي الجزائري آدم والناس على وشك فتح صفقة جديدة في مسيرته الكروية. وبعد انتهاء عقده مع نادي ليل الفرنسي، تشير كل التقارير الصحفية الصادرة اليوم إلى أن آدم والناس يجري بعض المفاوضات المتقدمة مع نادي بشكتاش التركي. ووفقا للمصادر الرياضية، فإن إدارة النادي التركي العريق بشكتاش قد عرضت على صانع الألعاب الجزائري آدم والناس عقدا يمتد إلى صيف 2026 مع إمكانية التمديد لعام إضافي. وتبقى كل المفاوضات جارية حتى هذه اللحظة، ويترقب عشاق الكرة الجزائرية والتركية على حد سواء نتيجة هذه المحادثات، آملين في رؤية آدم والناس يعود إلى مستواه المعهود في ملاعب تركيا قريبا. وفي الأخير شاركونا آراءكم وتعليقكم بخصوص هذا الموضوع.